متابعينا الكرام، مستمرين معكم في تغطيتنا لرسالة هذا اليوم. يتواجد بجانبي أحد الضيوف المميزين في بطولة جريف، اللاعب الدولي ولاعب المنتخب السعودي ونادي النصر، عمر هوساوي. عمر، نقول لك مرحبا فيك عبر قناة تغطيات وتواجدك في بطولة جريف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شرف لي كبير صراحة، يعني حضوري يعني في دوري أمسيات رمضانية صراحة من أفضل الدوريات على مستوى الرياض، فإن شاء الله نقول من أحسن لأحسن، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في القادم بإذن الله. عمر، طبعا تواجدك مساء هذا اليوم دعم للشباب المتواجدين في بطولة جريف، كيف شفت البطولة؟ كيف شفت التنظيم والتغطيات الإعلامية المصاحبة لهذه البطولة؟ لا، التنظيم أكيد من أحسن ما يكون صراحة، وأنا يعني خاصة يعني إنك لاعب يعني منبعنا صراحة من الحواري هذه، فأنا شايف يعني في مواهب صراحة، يعني أتمنى أن الأندية تلتفت لهم، فإن شاء الله يعني زي ما قلت أنا إن شاء الله من أحسن للأفضل إن شاء الله. وهذه البطولة ترى وخاصة يعني عندنا فريق حارتنا صراحة مشاركين، فنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يحرزون البطولة. طبعا عمر، رأينا اللاعب عبد الباسط هوساوي شقيق عمر هوساوي أدى مباراة مميزة مساء هذا اليوم وأهل فريق نجوم مطردية لدور الثمانية. هو أكيد يعني هذا الشيء ما جاء من فراغ، ومو بهو الحالة، والفريق أكيد يعني كله هو اللي ساعده، فإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله أنا بحضر هنا وهم متوجين بإذن الله. راح نشوف عبد الباسط في أحد أندية الوسطى في منطقة الرياض؟ والله إن شاء الله في كذا نادي. سمعنا إحنا نادي الهلال. والله عاد نادي الهلال هذا قدر، عاد لو كان في نادي الهلال نادي كبير أي نادي في المملكة، فإن شاء الله يعني زي ما يقول لك هذا كان مكتوب للشيء بيصير، يعني ما يحتاج. طبعا عمر، في الحواري وفي هذه البطولات يمكن منبع بعض اللاعبين السعوديين الكبار، ومنبعكم أنتم أيضا من هذه الحواري. طبعا فريق لعب فيه سابقا عمر هوساوي لأحد الحواري. هو أكيد يعني شوف، لا إنك كلاعب يعني لو ترجع لأغلب لعيبة الأندية أكيد يعني منبعهم الحواري، فالحواري هذه لها نكهة خاصة صراحة، فإن كلاعيبة يعني صراحة راح ندعم المواهب هذه، وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله. فريق معين لعبت معه سابقا وتدعمه في هذه البطولة؟ اسم أكيد نجوم مطردية ما يحتاج مع سابقا. أكيد طبعا عمر، أجيال دي يعني قبلي وقبل في لعيبة وهذول هم اللي يكملون المسيرة. تشوف في تطور على مستوى الحواري في البطولات؟ هو شوف أكيد يعني الشيء مو بزي أول صراحة، بس إنه يعني الحين نقول أفضل من كذا فترة، فإن شاء الله يعني يكون من التطور من أفضل لأفضل بإذن الله. طبعا عمر، بنبتعد قليلا عن بطولة جريف، ندخل في نادي النصر السعودي. كيف ترى استعدادات نادي النصر قبل بداية الموسم القادم؟ هو أكيد يعني الوصول للقمة سهل، بس المحافظة عليها الصعب، فأكيد يعني إن داخلين على موسم جديد إن شاء الله، وراح يعني أكيد إن بنلقى منافسة من كذا فريق صراحة. وفي المناسبة هذه أحب أبارك صراحة أشكر قبل أبارك الأمير فيصل بن تركي على يعني الاستقطابات اللي الحين الحديثة للنادي، فإن شاء الله نقول يعني تعب الأمير هذا ما راح يروح على الفاضي، وبإذن الله يعني راح نسعده بالبطولات بإذن الله. طبعا عمر، استعداد نادي النصر في بداية هذا الموسم في نهاية شوال تقريبا أول مباراة لكأس السوبر بمقابلة نادي الهلال، وبغيابات نادي النصر غياب حسين عبد الغني الكابتن القدير والكابتن حسن راهب والكابتن محمد عيد. هو زي ما قال الرمز الراحل، النصر بمن حضر، يعني أكيد أنت تتكلم عن غيابات، بس أكيد راح يكون في البديل الجاهز، والكل عارف يعني ديربي يعني مو على مستوى المملكة، على تقريبا يعني الوطن العربي صراحة الكل يعني استنى الديربي هذا، فإن شاء الله بإذن الله يعني راح تكون من نصيبنا بإذن الله. طبعا عمر، كيف ترى طبعا مستقبل دفاع النصر في حال التخلي عن اللاعب محمد حسين؟ لا، محمد حسين باقي وجدد عقده، وبارك له صراحة، ومكسب كبير لنا صراحة، وأكيد يعني أنت تتكلم عن قائد المنتخب البحريني، يعني هذه الكلمة تكفي. هل ترى أن في نادي النصر نواقص لبعض الخانات الموجودة في النادي، إضافة لوجود نايف هزازي تقريبا قبل يومين توقيع العقد مع نادي النصر؟ هي الإدارة أدرى كلاعب عمر موجود داخل أرضية. لا أكيد يعني إنه كلاعيبة أكيد يعني شوف يعني الموسم اللي راح غاب كذا لاعب، حضر اللاعب البديل وأدى أفضل من اللي كان يلعب في اللاعب الأساسي، فزي ما قلت إنه مجموعة واحدة،
فان شاء الله ما في فريق بيوقف ضدنا باذن الله. طبعا عمر، في نهاية هذا الموسم في كأس الملك رأينا مشاحنات من الجماهير الحاضرة للاعبين نادي النصر، تعليقك عما شاهدته في أرضية الملعب؟ هذا اترك الشيء للمنظمين صراحة، يعني هي التنظيم اللي صراحة خلى الموضوع يكبر عن حده، فكنا نتمنى تنظيم يكون أكثر من كذا، وأكيد يعني هم المسؤولين شافوا الشيء وأكيد راح تتطور بإذن الله. رأينا مساء الأمس تقريبا في السوشيال ميديا على شكل عام خروج بعض الإداريين في لجنة الانضباط والتحدث عن خلافات مع بعض الأعضاء موجودة في لجنة الانضباط. والله هذه أنا ما أقدر أتكلم عنها صراحة، مو من اختصاصاتي صراحة. طيب. لهم مختصين هم اللي يتكلمون في الموضوع هذا، ما أقدر. طيب عمر، طبعا ختاما معك على عدسة التغطيات الرياضية، كلمات توجهها إلى اللجنة المنظمة لهذه البطولة واللجنة الإعلامية بقيادة زميلي فايز البيشي. في البداية أتمنى لكم التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله يعني المستوى يكون من أفضل لأفضل، وتمنياتي أنا بالذات يعني النجوم الطردية إن شاء الله يحرزوا البطولة بإذن الله. الله يعافيك حبيبي، الله يعطيك العافية. شكرا. مستمرين معكم في لقاءاتنا مع ضيوف المتواجدين معنا في بطولة الجريف. طبعا يتواجد بجانبي الآن ضيف المميز واللاعب المميز صقر عطيف، لاعب الوحدة السعودي. نقول لك حياك الله معنا عبر قناة تغطيات رياضية وفي بطولة الجريف. الله يحييك ويحيي المشاهدين. طبعا صقر، نقول حضور لك أول في بطولة الجريف، كيف شفت التنظيم، كيف شفت التغطيات الإعلامية المصاحبة لهذه البطولة؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أشياء هذه حلوة صراحة في رمضان، أشياء تزيد الرغبة للعب وتعطي أجواء حلوة لكرة القدم، تنظيم يعني على مستوى عالي صراحة، وأجواء جميلة صراحة. طبعا صقر، يمكن سابقا لعبت لأحد الفرق الحواري في منطقة الرياض أو خارج منطقة الرياض، كيف شفت مدى تطور البطولات في حواري منطقة الرياض؟ والله يعني في تطور كثير. اول شيء على الملاعب، يعني صارت الناس اول كانت تلعب يعني في زفلت، الحين صارت تلعب في انجيله، تلعب في ملاعب افضل، تنظيم افضل، يعني تغطيه اعلاميه افضل. طبعا يمكن هناك تطور شاهدنا في هذه البطولة، بطولة جريف، ولكن لم نشاهد الكشافين الموجودين لوجود بعض اللاعبين المميزين في هذه البطولة. هل تشاهد هناك نقص من بعض الكشافين؟ والله الكشافين هم طبعا عن العلاقات اغلبهم، يعني إذا كان في علاقات من أحد الأشخاص من المنظمين هذا، في يعني تصير فيه جذب للمواهب عن طريق العلاقات في البداية يعني. طبعا كرة الحارة وصدى إنتاجيات كرة الحارة إلى الفرق السعودية وإلى المنتخب السعودي، مدى تأثير هذه الإنتاجيات للمنتخب السعودي أو الأندية السعودية؟ والله أنا أشوف من وجهة نظر أن كل اللعيبة السعوديين أو جميع اللعيبة السعوديين يعني تأسيسهم كان عن طريق الحواري، يعني لقلة الأكاديميات، لقلة المدارس الكروية، يعني اللاعب يتأسس هذا في الحارة يعني. طبعا صقر، يمكن سمعنا أنك بدايتك كانت في أحد الفرق في حي الملز. صح. الفريق معين لا يعني غالبا يعني كان بالحارة يعني وكذا، فريق الحارة طبعا في خروجنا عن هذه البطولة تقريبا ودخولنا مع صقر عطيف في نادي الوحدة السعودي، طبعا سمعنا عن أنباء انتقال صقر عطيف أو إعارته إلى نادي الهلال السعودي. والله يعني للأمانة يعني يقال كثير، شيء يقال كثير، لكن ما في شيء جدي ولا في، وأنا صراحة أحترم عقدي مع نادي الوحدة وأنا لاعب نادي الوحدة، يعني ما في. طبعا وهناك بعد الأنباء تتوالى على عبر السوشيال ميديا بشكل عام عن بعد انتقال أو إعارة نادي الشباب للاعب عبد عطيف وذهابه إلى نادي الوحدة السعودي عن طريق صقر عطيف. لا والله أنا صراحة هذا أول مرة أسمعها صراحة، يعني ولا سمعت الشيء هذا، ولا أول مرة أسمعه منك يعني. طبعا استعدادات فريق الوحدة برغم أن بداية أول مباراة في الدوري مع نادي الهلال السعودي. والله أول شيء يعني هو الدوري، أنت كذا حتلعب مع كل الفرق الهلال هذا، ولكن البداية يمكن تكون أنا أشوف أنها بداية جميلة مع نادي الهلال، بداية جميلة لنا للمتعة، لما تلعب ضد فريق مثلا زي فريق الهلال، حتى لو صرت أنت الخصم تستمتع صراحة،
بوجود القائد محمد نور مع نادي الاتحاد، توالت أنباء في الموسم الماضي بذهابه إلى نادي الوحدة السعودي. والله محمد نور لاعب كبير، وكل يعني كل يتمنى انه يلعب معه، لكن هذه الاشياء انا والله ما ادري عنها، واسمع زي ما تسمعون نسمع يعني ان انتقال نادي الوحده وكذا. طبعا احنا يمكن ما باركنا لك في البداية، ولكن نبارك لك صعود فريق الوحدة السعودي إلى دوري عبد اللطيف جميل، وكان التأثير الأول للاعب صقر عطيف. الله يبارك فيك. لا يعني الحمد لله الفريق كله يعني ساهم في الصعود، الاداره، جمهور، جميع الاشياء هذه هي اللي ساعدت في الصعود. توعدون جماهير فريق الوحدة السعودي العريق في أداء مميز في الدوري السعودي بمستوياته السابقة؟ باذن الله بوقوفهم معنا من جمهور الاعلام اعضاء شرف، ان شاء الله يكون هناك فريق مميز، وان شاء الله نبذل مجهود لاسعادهم، يعني نتمنى كل لاعب يعني يقدم اقصى ما يملك للفريق، وان شاء الله نظهر بمظهر مشرف يعني باذن الله. طبعا نود انك تطمئن جماهير نادي الهلال السعودي وجماهير السعوديه بشكل عام عن شقيقك اللاعب عبد الله عطيف. والله لا الحمد لله اموره طيبه، وان شاء الله يرجع افضل من اول، ويحتاج وقفة الجمهور ونادي الهلال، مو بعيد على جمهور نادي الهلال انهم يكونون قريبين منا ووقفتهم معايا. راح نشوفه في كاس السوبر؟ والله يعني فيها هناك المختصين هم اللي يقررون، الاطباء. هذا بما انك قريب له شقيقه وعارف اللي يحصل، لا السوبر ان شاء الله في كاس السوبر او في بدايه الدوري. في بداية الدوري اتوقع، يعني اتوقع باذن الله ان شاء الله. طبعا رساله اخيره يوجهها اللاعب صقر عطيف عبر عدسه التغطيات الرياضيه للجنه المنظمه لهذه البطوله واللجنه الاعلاميه بقياده الزميل فايز البيشي. والله صراحة اشكر الجميع، لان الاشياء هذه صراحة تسعد الجميع وتحفز اللاعب، وان شاء الله من هنا وافضل ان شاء الله. كل شكر لك، يعطيك العافيه. شكرا لك. يعطيك الف عافيه. متابعينا الكرام، مستمرين معكم في تغطيتنا المتواصلة لهذه الرسالة. يتواجد بجانبي الآن أحد الضيوف المتواجدين معنا في بطولة جريف، حمزة أحمد لاعب السيلية القطري. نرحب فيك حمزة، تواجدك معنا الأول في بطولة جريف. الله يسلمك، وشرف لي اني اكون عندكم اليوم، واكون عندكم هنا في اللقاء. طبعا حمزة، حضورك الأول في بطولة جريف، كيف شاهدت التنظيم في هذه البطولة؟ كيف شاهدت التغطيات الإعلامية المصاحبة لهذه البطولة؟ يعني بطولة يعني ما شاء الله، يعني من 3 سنين تقريبا، يعني ما شاء الله كل سنة تتطور يعني وما شاء الله، يعني ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق عن الافضل يعني ان شاء الله. طبعا أحمد، الأنباء اللي لدينا أنك قبل تقريبا 2 كنت متواجد في هذه البطولة وفي هذا الملعب مع أحد فرق الحواري متواجدة في هذه البطولة. لعبت يعني تقريبا في عدة فرق، يعني مع فريق الكوبرة، ومع فريق الضعيان، وفريق المليحي، يعني عدة فرق أنا لعبت فيها. طبعا حمزة، هناك لاعبين مميزين في مثل هذه البطولات في منطقة الرياض في بطولات الحواري. هل هناك لاعبين مميزين يعرفهم أحمد شخصيا يستاهلون أنهم ينضمون لأحد الأندية السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية؟ والله بصراحة الرياض مليانة بالمواهب، يعني في كثيرين يعني ما شاء الله، يعني يستاهلون انهم يعني يطلعون لبرا ولا يروحون للأندية، يعني ما شاء الله يعني. طبعا يمكن هناك يمكن نقص من الكشافين لخروج مثل هذه المواهب عفوا في منطقة الحواري في البطولات، أو دعم نقص الدعم من أحد الأندية السعودية لدعم مثل هذه البطولات واستخراج المواهب لنا في المنتخب السعودي. يعني أنت تشوف في نقص الكشافين ما يحضرون في مثل هذه البطولات والأندية؟ والله أول كان فيه يعني، بس الحين قلوا يعني الكشافين يعني وزي كذا يعني. الآن انه قل الكشافين، قلوا الحضور؟ ايه بصراحة قلوا يعني كثير يعني. ولا تشوف انت في مواهب هنا تستحق الخروج؟ وبس اكيد يعني بصراحة والله في مواهب كثيرة يعني ما شاء الله يعني. بس ان شاء الله
طبعا حمزة، بطولات الحواري تتطور. قبل سنتين مو بزي الآن في إعلام، في تغطيات للبطولات، في دعم للبطولات. اكيد الحين يعني تغيرت، يعني مو مثل اول. يعني الحين اكثر البطولات في يعني فيها تغطية وفيها دعم، يعني وفي مواهب كثيرة يعني. طبعا حمزة، يمكن في أحد الآن من أحد اللاعبين في بطولة جريف يرافق أحمد إلى قطر، أو يمكن هناك كلام لأحد اللاعبين ليرافق أحمد إلى قطر أو الإمارات، أو تشوف إن في لاعبين يمكن تعاقدتم معهم قريب؟ لا تعرف والله. أحد من اللي يلعبون في البطولة، متواجدين في البطولة أو في فريق كوبرا، يعني يستاهلون مثلا أي انهم. يستاهلون، أو أنهم جاهم كلام أنهم بيطلعون؟ والله انا ما سمعت يعني كلام، بس في لعيبة تستاهل يعني. زملائك ما في عندك بندر محمد، في عندك بكر، لاعبين فريق إيش؟ فريق الكوبرا. أهو. يعني في عندك كثير يعني. في عبد الواحد اسمه عبد الفتاح، فتاح ناني. يعني في عدة كم لاعب يعني ما شاء الله يستاهلون يعني. حمزة، أنت من مواليد السعودية؟ ايه، من مواليد السعودية. طيب، يعني اللي ذكرتهم كلهم مواليد السعودية، ايه كلهم من مواليد السعودية. وما في اهتمامات من الأندية عندنا السعودية لمثل هذول اللاعبين؟ ما في؟ طبعا أنت انت ما تعرف. جاك اهتمامات قبل ما تطلع القطر؟ ما جاء أحد كلمك؟ أنا كنت لاعب في نادي الهلال. لعبت في نادي الهلال؟ ايه، في البراعم والناشئين والشباب. مهم. ف ما انت كملت تعرف. ليش؟ كملت لأن الجنسية. يعني وطبعاً. هم خلوني اتواصل وياهم يعني وزي كذا، على اساس التجنيس. مهم. بس ما حصل نصيب يعني. يعني في لاعبين أمثالك حمزة كثير صار معهم نفس المشكلة؟ اكيد، اقول لك اكيد 100% في كثير. هل تعتقد هذا أنها خسارة للكرة السعودية في مثل مواهبكم، بس أنه المشكلة الوحيدة هي الجنسية؟ والله بصراحة خسارة كبيرة يعني. في مواهب ما شاء الله يعني، وصغار يعني. هذه المشكلة، وصغار. مثال، يمكن أقرب مثال نضربه في عمر عبد الرحمن لاعب نادي العين. اكيد هذا شيء واضح، كل الناس عرفت يعني. كان في الحواري هنا، وهذا يعني ما حد. عصرته عمر عبد الرحمن في نادي الهلال؟ اي كنا. موجود. اي اذكر اللحظة اللي كان معنا فيها، كان في لحظة كنا في البراعم انا وهو، في نواف العابد، وفي شو اسمه، الظهير شاف الدوسري، وكان مدربنا ابوه هذال الدوسري. إيه. نعم، صحيح. يعني كان كلكم مجموعة اي واحدة؟ كلنا مجموعة واحدة. يعني المفروض أنت لو أنه المشكلة في الجنسية، كان تواجدك الحين في نادي الهلال الفريق الأول وتدعم المنتخب السعودي، يعني تشوف في ضرر كبير لعدم وقوف الأندية أو إدارات الأندية السعودية في مثل هذه المشاكل. اكيد والله، يعني بصراحة هذه مشكلة يعني. لازم يشوفوا لها حل يعني. صعبة يعني المواهب هذه كذا، يعني تروح على الفاضي كذا يعني. خانتك حمزة، أنت وين تلعب؟ والله لعبت جناح يسار وظهير يسار. طبعا في رسالة تود أن توجهها للمختصين أو الموجهين لهم هذا الكلام، لإدارات الأندية السعودية أو الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ والله الرسالة اللي أبي أوجهها يعني، كلاعب إنه لازم يهتمون يعني بصراحة في المواهب هذه اللي قاعدة تروح يعني. بعدين صغار ما شاء الله يعني، لازم الاهتمام يعني، يستفيدون منهم، ولا انهم يعني يندفنون كذا في الحواري وكذا يعني أو بدون أنهم اي شيء. إذا هذه بيطلعون خارج او يعني. انهم يطلعون الخارج، ولا يقعدون كذا يعني، يستفيدون منهم. هي الفائدة الأولى أنه المفروض للأندية السعودية، صحيح؟ اكيد صح، اكيد. الفائدة الاولى اكيد للاندية السعودية. طبعا حمزة، رسالة أخيرة عبر عدسة تغطيات الرياضية للجنة المنظمة، كلمة توجه لهم ولرئيس اللجنة المنظمة الأستاذ فايز البيش. الله أقول لهم مشكورين على استضافتي أول شيء، وما قصروا، وهنيهم يعني على شو اسمه، يعني على التغطية وعلى البطولة يعني. يعطيك الف عافية، كل الشكر لك.
تسلم يعطيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نرحب بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قناة التغطيات الرياضية، وكما هو معتاد في ملعب الساحة الخضراء وفي بطولة جريف. طبعا تقام مساء هذا اليوم مباريات المجموعة الأولى من الجولة الثالثة والأخيرة. هذه المجموعة التي أطلق عليها اسم المجموعة النارية، التي لم يتحدد إلى حد الآن المتأهل الثاني من هذه المجموعة إلى الدور الثمانية من بطولة جريف. طبعا سواء أن المتأهل الوحيد من هذه المجموعة فريق البلوز، والذي يملك من النقاط 6 نقاط، حيث يلعب مباراته الأخيرة مساء هذا اليوم مع فريق نجوم الطردية، ويملك في رصيده نقطتان. النجوم الطردية يدخل حسابات في هذه المباراة مساء هذا اليوم الفوز يؤهله إلى دور الثمانية من بطولة جريف. التعادل أيضا يدخله في حسابات في المباراة الثانية مساء هذا اليوم من نفس المجموعة. طبعا نتمنى التوفيق لكلا الفريقين، موعودون بمباراة جميلة، مباراة حماسية ومثيرة لكلا الفريقين مساء هذا اليوم. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتظرونا في التغطيات المصاحبة لهذه المباراة ولا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. يعني متابعينا ومشاهدينا الكرام، يحيى مسيري مدرب فريق البلوز، طبعا نجوم الطردية، عفوا ما قلتوا لي ترى النجوم الطردية والبلوز. طبعا نقول لكم مبروك فوزكم مساء هذا اليوم. كانت هناك ضغوطات للاعبي فريق نجوم الطردية قبل بداية هذه المباراة. والله اول شيء الله يبارك فيك، اكيد كان في ضغوطات لان كان كل الفرق الثلاث البفاري ونجوم الوشم كان كلهم يعني لهم فرصه للتاهل، فالحمد لله بعزيمه اخوان اللاعبين كلهم حسبنا اللقاء ان شاء الله. انت متحمس شكلك مرة. متحمس. طبعا في بدايه الشوط الاول شفنا ضغط على حامل الكره، لعبت تقريبا بتكثيف خط الوسط وبوجود لاعبين بالخلف. كيف التكتيك، كيف ادى اللاعبون مع هذا التكتيك؟ والله الحمد لله يعني اللاعبين ادوا يعني مش على حسب الخطه. ضغطنا الشوط الاول، يعني احنا لازم الفوز او لا، الفوز هو اللي دخلك دور الثمانيه. لعب على الخطه، اضفنا عناصر الشوط الثاني والحمد لله. ما هي الحوافز لمدرب فريق نجوم الطردية للاعبين قبل بداية هذه المباراة؟ والله كان مبدأنا اول ما تكلمنا معهم يعني مباراة 0-0، ما اعتبرنا نفس بداية مجموعة. المباراة الاولى لازم نفوز، يعني كأننا داخلين بداية افتتاح، مو مباراة نهائية يعني تحسم تأهل. طبعا هل سوف نشاهد مستوى لاعبي فريق نجوم الطردية مساء هذا اليوم يستمر إلى المراحل المتقدمة من بطولة جريف؟ إن شاء الله بإذن الله، مستوى من أفضل لأفضل إن شاء الله. طبعا أنت متحمس مرة معي، أنت متحمس. طبعا نبغى منك رسالة أخيرة تود أن توجهها عبر قناة تغطيات الرياضية إلى اللجنة المنظمة لبطولة جريف. والله أول شيء أشكر اللجنة المنظمة يعني عمل جبار مرة يعني فهمت، وأشكرك أنت المذيع والقناة قناة التغطيات على هذه المجهودات اللي قاعدين يسوونها. يعطيك الف عافية. الله يعافيك حبيبي. متابعينا الكرام، في ختام المباراة الأولى مساء اليوم بين فريقي نجوم الطردية وفريق البلوز، طبعا يتأهل بذلك فريق نجوم الطردية برفقة فريق البلوز إلى دور الثمانية من بطولة جريف. طبعا يتواجد بجانبي الآن أفضل لاعب في المباراة عبد الباسط هوساوي. نقول لك ألف مبروك أولا حصولك على جائزة أفضل لاعب وفوزكم في هذه المباراة وتأهلكم إلى دور الثمانية من بطولة جريف. أول شيء الله يبارك فيك، احنا نازلين أصلا على الفوز وإن شاء الله ضمننا التأهل. كيف شفت المباراة عبد الباسط من بدايتها بحكم الضغوطات المتواجدة على فريق نجوم الطردية؟ والله الضغوطات بس لعبنا وضغطنا على المباراة وجبنا 3 أهداف. كيف تشوف اليوم الدعم أخوك عمر هوساوي بتواجده معنا مساء اليوم؟ والله ما جاء إلا بالأخير يعني يعني ما شافنا من البداية. مستمر عبد الباسط مع نادي النصر أو راح نشوفك في نادي آخر في أندية الوسطى مثل الشباب الهلال؟ لا إن شاء الله نادي بعد الدوري، نادي إن شاء الله. لا ما ظنيتي. وين النادي طيب؟ تعطينا تصريح طيب حصري حصري لقناة تغطيات. لا نادي تشوفني بس غير نادي في الوسطى ولا؟ لا في الوسطى، هنا في الوسطى. توقع الهلال؟ لا إن شاء الله ذا الهلال كتب الله. هو الهلال يعني الهلال. إن شاء الله الهلال. الله يوفقك إن شاء الله، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. ومتابعينا الكرام، في ختام المباراة الأولى يتواجد بجانبي الآن لاعب فريق البلوز فيصل الجوفان. فيصل نقول لكم هارد لك الخسارة رغم تأهل فريق البلوز إلى دور الثمانية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال، الحمد لله هذا اليوم خسرنا
والأهم شيء عرفت التأهل. كيف شفت المباراة بتواجد لاعب صغير في السن؟ أنا كان ودي أسوي معه مقابلة مساء اليوم، شو اسم اللاعب بس؟ سلوم. والله سلوم والله أدى مباراة حلوة عرفت، وتحركاته كانت جميلة والحمد لله على كل حال. كم مواليده؟ والله ما أدري عيدتنا والله. ما شاء الله. أنتم ما خفتوا عليه قبل دخوله لهالمباراة بحكم رغبة فريق نجوم الطرادية بالتأهل في الاحتكاكات في البنية الجسمانية؟ والله أهم شيء شوف اللاعب مو على الجسم عرفت، على الفكر وعلى تحركات اللاعب في الملعب بس. يعطيكم ألف عافية. طبعا فيصل نقول لكم إن شاء الله نشوف مستويات متقدمة لفريق بلوز في المراحل القادمة إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا المساء وفي مباريات المجموعة الأولى من الجولة الأخيرة التي اختتمت مباراتها الأولى بتأهل فريق نجوم الطرادية وفريق البلوز إلى دور الثمانية من بطولة إجريف، وبذلك يلتقي في المباراة الثانية فريق البفاري وفريق نجوم الوشم، مباراة للمتعة لا غير بحكم طبعا عدم تأهل كلا الفريقين وذهاب النقاط على كلا الفريقين بفوز فريق نجوم الطرادية مساء هذا اليوم. نتمنى أن تكون مباراة ممتعة. مشاهدينا الكرام يتواجد بجانبي الآن مدرب فريق البفاري فيصل جبير، نقول لكم مبروك فوزكم رغم خروجكم من بطولة إجريف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، الله يبارك فيك، سوينا اللي علينا والحمد لله، إن شاء الله يعوضنا في بطولات ثانية بإذن الله. طبعا رغم خروج فريق البفاري من بطولة إجريف إلا أن لاعبي فريق البفاري أصروا على تقديم صورة مميزة لفريق البفاري. أكيد هذه المباراة تعكس سمعة الفريق ولازم تتعود على النتائج الإيجابية دائم، فانتصار يجيب انتصار، انتصار يجيب انتصار، وأي مباراة نخشها احنا نبغى 3 نقاط سواء كان لنا حظوظ في البطولة أو لا. طيب يمكن أسباب خروج فريق البفاري من بطولة إجريف بما أنك مدرب وعارف الأجواء اللي تحول حول اللاعبين؟ والله أول شيء الحمد لله، يعني زي ما أقول لك ما في حظ، يعني في المباريات الأولى والثانية يعني هجمات كثيرة ضايعة، الشباب ما استغلوها يعني، بس الحمد لله أن هذه المباراة عوضوا، وإن شاء الله بإذن الله نصحح أخطائنا البطولات الجاية بإذن الله. توعد الجماهير؟ إن شاء الله بإذن الله. طبعا رسالة أخيرة توجهها عبر عدسة تغطيات رياضية إلى اللجنة المنظمة لبطولة إجريف. الله شيء يعطيهم العافية على اللي قدموها هذه البطولة، ويشرفنا أن شاركنا في البطولة، وإن شاء الله أنها ما تكون المشاركة الأخيرة بإذن الله، ونشكرهم على جهودهم الحلوة. متابعينا الكرام في ختام المباراة الثانية مساء هذا اليوم بين فريق البفاري وفريق نجوم الوشم، يفوز فريق البفاري بهدفين مقابل هدف واحد لفريق نجوم الوشم رغم خروجهم من بطولة إجريف. يتواجد بجانبي الآن أحد لاعبي فريق البفاري وقائدهم وائل الجبير، نقول لك ألف مبروك أولا الفوز وحصولك على جائزة أفضل لاعب. الله يبارك فيك أخوي. كيف شفت المباراة وائل؟ والله الحمد لله قدمنا مستوى، صح إننا طلعنا البطولة بس الحمد لله. رغم خروجكم بس قدمتوا أداء مميز مساء هذا اليوم. والله الحمد خروج بس في أداء مميز قدمتوا والله الحمد لله، هذا فريقنا الصغار، الله يوفقنا في الدوري الجاي إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك. العفو. طبعا ختاما مشاهدينا ومتابعينا الكرام في تغطيتنا وفي رسالتنا مساء هذا اليوم نود ننوه بنتائج مباريات مساء هذا اليوم. في المباراة الأولى ينتصر فريق نجوم الطرادية ب3 أهداف مقابل لا شيء لفريق البلوز، وبذلك يتأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية من بطولة إجريف. طبعا وفي المباراة الثانية أقيمت بين فريق البفاري وفريق نجوم الوشم، بفوز فريق البفاري بهدفين مقابل هدف وحيد لنجوم الوشم رغم خروجهم مساء هذا اليوم من بطولة إجريف. متابعينا ومشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون حزنا على رضاكم، أنا وزميلي من خلف الكاميرا المبدع دوما بلال، وعلى الإعداد الزميل المبدع أيضا فايز البيشي. إلى اللقاء.
لله.